هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بشكركم قوي قوي على الفيدباك الجميل اللي انتوا دايما بتقدموهولي. النهارده سفرتنا تقليديه، بس فيها كام فكره كده حلوين، يا رب تعجبكم. النهارده اكلنا هيبقى رز بالشعريه وفاصوليا وصينيه فراخ بالبصل، يا رب تعجبكم. انا كمان عامله معاهم صنفين سلطه، واحده سلطه مكسيكي والتانية سلطه بنجر بالتفاح الاخضر. بس الوصفتين دول مش نازلين هنا في الفيديو، اللي حابب يشوفهم ممكن يراجع الفيسبوك او التيك توك، هيشوف وصفة السلطة المكسيكي، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى شايفين منظر البصل المتكرمل تحت صينية الفراخ، كانت حاجة بصراحة يعني رائعة. برضو مهما رحنا وجينا مفيش زي اكلنا المصري الجميل. شوفوا الفخذ مستوي ازاي، وهنا كمان الصدر كان جوسي جدا وكان مستوي. يا رب الوصفة النهاردة تكون سهلة، تفرجوا على كل تفاصيلها وان شاء الله تعجبكم وتحوز وتنال اعجابكم. عندي كده اول حاجة هجيبها، عندي ممكن 5 أو 6 بصلات، هقطعهم كده شرايح وانزل بيهم بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود والهيل المطحون والبابريكا وبهارات الفراخ، وهنزل كمان بمعلقة ونص من الملح، وافرك ده كله مع بعض على قد ما اقدر. انا عايزة البصل يطلع كده العصارة بتاعته كلها مع الفرك بتاع التوابل. طبعا التوابل دي لعبة كل ست، انت شوفي انواع التوابل اللي بتحبيها ايه وحطيها على اللي انت عايزاه. مش عايزة تحطي بهارات فراخ، عايزة تحطي مشكل حطي، عايزة تحطي ال7 بهارات حطي، عايزة ملح وفلفل اسود وحبهان بس حطي اللي انت نفسك فيه. طبعا هنا كان عندي فرختين، حجم الفرخة تقريبا كان 1.2 كيلو، اتغسلوا حلو قوي قوي بالمية والدقيق والطحينة والملح والليمون، وبعد كده قطعتهم كل فرخة نصين، وفردت البايركس بتاعي من تحت شوية بصل متبل، وبعد كده رصيت الفراخ نصاص نصاص وحطيت فوقيها البصل ودعكتها كويس. وممكن تسيبيها من بالليل في التلاجة لو مستعجلة قوي، 2-3 ساعات قبل الطبخ. ولو مفيش عندك وقت خالص مفيش اي مشكلة، بس افرغيهم كده كويس بالتوابل والبصل زي ما انتي شايفة. وزي ما قلتلك حطيهم في البايركس، غطيها بورق زبدة كويس قوي، وبعد كده فوق ورق الزبدة ورق قصدير، وعلى الفرن. خدي وقتك في الحاجة زي ما ظروفك تسمح. طبعا لو انت هنا حابة تضيفي توم او فلفل الوان اللي انت عايزاه، بس انا ما حطيتش. وزودتها هنا تقريبا كوباية زيت زيتون، ومعلقتين يعني قول مثلا 3 معالق دبس رمان، عشان انا كانت الكمية عندي فرختين. طبعا لو انت اقل هتبقي معلقتين دبس رمان، معلقة على كل نص. ونقول مثلا ربع كوباية زيت زيتون، دي المادة الدهنية اللي انت هتحطيها. بالسباتيولا كده او بالفرشة عفوا، دلكتهم كده وفركت الزيت مع دبس الرمان، ومش هحط خالص خالص اي مية ولا اي شيء. زي ما قلت لكم كده هعمل لها مساج بالفرشة حلوة قوي من فوق ومن تحت. واخد بالي طبعا من الملح، لان دبس الرمان برضو فيه حموضة، مع الملح ممكن يزيد، فخدي بالك من التوابل بتاعتك والملح. ورق الزبدة كده قفليها من الجناب، وكمان حطي ورق قصدير طبقة تانية، وعشان تبقى محكمة الغلق بعد ما تحطي الطبقة التانية من القصدير دي، غطي البايركس بطبقة كمان من القصدير. لو ما عندكيش ورق زبدة حاولي تحطي طبقة واحدة بس من فوق، عشان ورق القصدير خطر جدا انه يلامس الاكل، ما انصحكمش بحاجة زي كده. طبعا انا هنا بنضف البايركس بتاعي من اي صوص في الجنب، عشان ما يغلبنيش في التنظيف ويبقى شكله مش حلو مع التقديم. بس كده انا قفلت الصينية بتاعتي ودخلتها في فرن، كنت مسخناه على درجة حرارة 200، بس من تحت، وحطيتها على الرف اللي فوق النار على طول. تقريبا قعدت ساعة او بنقول مثلا 50 دقيقة. بقعد فتحت الشواية عليها، بس بعد ما هكون عملت الخطوة دي رفعت زي ما انتوا شايفين ورق الزبدة ورق القصدير، واتأكدت ان هي استوت وفيها الصوص. هاخدها وهرجعها تاني على الشواية، وفي الاخر هتشوفوا شكلها مع التقديم. هنا بقى قلت كده اعمل صنف خضار من خضارنا الجميل التقليدي اللي احنا بنحبه قوي، فاصوليا خضراء. برضو عملتها بزيت الزيتون،
حبيت النهاردة يكون الاكل خفيف ما يبقاش فيه دهون تانية. طبعا فاصوليا يعني بصل وثوم، دي معروفة. هنا انا شوحت كده مع زيت الزيتون البصل شوية ياخد كده لون ذهبي حلو، ورحت دلوقتي هنزل بنص كمية الثوم اللي عندي او ربعها زي ما انتي حابة، بس انا نزلت كده بنص الكمية يتشوح تشويحة حلوة، رشة ملح، وهتنزلي بالفاصوليا بتاعتك. طبعا لو فاصوليا فريش حلو جدا، لو مجمدة هتطلعيها تشطفيها شطفة وتنزليها على البصل بالثوم. تقلبتين هزود مرقة فراخ او مرقة لحمة واتيفر عندك ايه. لو ما عندكيش مرقة زيي هنزل بمية سخنة مع مكعبين مرق دجاج او مرق لحم، وزي الفل على كده. هنشوف اهو دلوقتي. ايوه مية سخنة اهو. زي ما قلتلك اتصرفي، ما تخليش اي حاجة توقفك. والله حتى لو ما عندكيش مرقة خالص وتبلتي الفاصوليا بتاعتك بتوابل حلوة على شوية مية ومعلقتين صلصة هتبقى زي الفل. الاكل لما بيتعمل بحب بيوصل لكل اللي بتعمليه بحب. دلوقتي هو عندي خلاص الفاصوليا بدأت تدخل في السوا، وبدأت احس ان هي بدأت تطرى. هنزل بمعلقتين الصلصة بتوعي او علبة الصلصة اللي انتي هتحطيها. طبعا هنا انا مش مستخدمة طماطم فريش، مستخدمة صلصة ورشة السكر بتاعتي وزي الفل. التقلية بقى برضو شوية زيت زيتون. على فكرة هي الطاسة دي صغيرة جدا وانا حاطة شوية زيت زيتون صغيرين مش كتير، بس انتوا شايفينها كبيرة عشان انا عاملة زوم ان. التوم وشوية الكزبرة بتوعي وربع كده معلقة من الكمون اتحمروا زي الفل. اخدهم واطشهم على الفاصوليا ودوقوا احلى فاصوليا. الله يرحمك يا امي، كنتي دايما بتعمليها بالطريقة دي وريحتها كانت بتبقى قلب البيت كله. الف رحمة ونور عليكم. ما هو اوصيكم بالدعاء بالرحمة والمغفرة ليها هي وابويا وكل امواتنا جميعا. خلصنا الفاصوليا بعد ما غليت غلوتين وقفلنا، ندخل على احلى شوية رز بالشعرية. معلقة سمنة بلدي هتنزلي بالشعرية وشوية ملح عشان يبقى لون الشعرية زي ما حفظنا ذهبي وجميل كده. كوبايتين الرز اللي غسلتيهم حلو وصفتيهم، نتشوح كله مع بعض عشان المادة الدهنية تمسك في كل الرز والشعرية حفظنا. وننزل بالمية المغلية ونظبط الملح بتاعنا. ايوه كده سامعاكوا وانتوا بتضحكوا، انا عارفاكوا، بس بدل ما نضحك بقى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا بشكركم جدا وبشكر حبايبي اللي من العراق، بالذات دولة العراق الشقيقة الجميلة اللي انا بحبهم. فعلا دعمكم ليا بيوصل لي وكلامكم الحلو كله. متشكرة جدا جدا ليكم. وطبعا كل حبايبي اللي في مصر وفي كل الوطن العربي انا بجد متشكرة ليكم. دلوقتي الرز دخل بيته واستوى وزي ما احنا شايفين مفلفل وجميل. ويلا بينا بقى نقول بسم الله ونبدأ نفرد احلى سفرة ممكن كلنا نتجمع عليها ونعمل احلى ذكريات. صدقوني لمتنا في وسط عيلتنا بالدنيا، يا رب ما يحرم حد من بيته ولا من اهله ابدا. اتمنى ان الفيديو والطبخة تكون عجبتكم، ودايما بوصيكم الحاجة لما بتتعمل بنية صافية بتدخل لكل اللي حواليكي بمعناها الحقيقي اللي انتي قصداه. انا هنا عملت اكل لبيتي وولادي وحبايبي، وبدعي يا رب يا رب ما يحرم حد ابدا من حبايبه ويجمعنا دايما على خير. ربنا ينصرنا كلنا ويوقف في اي مكان ويجمعنا كلنا يا رب على خير. بحبكم جدا جدا وحشتوني، وان شاء الله ان شاء الله اكون ضيفة خفيفة عليكم. ويا رب لو الفيديو بتاعي عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ولو بتتابعوني على الفيسبوك او التيك توك نعمل فولو. كان معاكم نرمين كيتشن، بحبكم قوي. باي باي.